ازيكم ملكات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده جايلكم بفيديو جديد، وفيديو النهارده انا هقولكم انواع الصدقه. ويلا بينا نبدا. حثنا الاسلام على الاحسان والعطاء وبذل الجهد لمساعده الغير، والصدقه احد وجوه الاحسان العظيمه، وهي غير مقيده بنوع واحد من الخير، وانما تشمل الكثير من الاعمال. فاذا ابتغى العبد وجه الله تعالى في عطائه نال عظيم الاجر والثواب. وهذه هي بعض أمثلة الصدقة: 1. أن تعدل بين اثنين، أي أن تصلح بين متخاصمين. 2. أن تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه، أي تساعد غيرك في ركوب دابته أو وسيلة من وسائل المواصلات، أو تحمل له متاعا. 3. أن تتكلم بما هو طيب، أي أن يكون المرء حسن الخلق فلا يتلفظ إلا بما هو خير. 4. أن تخطو إلى الصلاة، أي أن الله عز وجل يثيبنا على كل خطوة نخطوها للصلاة. 5. تميط الأذى عن الطريق، أي أن تزيل عن الطريق كل ما يؤذي المارة. ومن أنواع الصدقات التي حثنا عليها صلى الله عليه وسلم التصدق بالمال. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة. أخرجه الترمذي، أي أن الله تعالى يبارك في مال العبد إذا أنفق منه لمساعدة الغير، ويثيبه عن ذلك ثوابا عظيما. 2. إطعام الطعام وإلقاء السلام. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. صحيح البخاري. تقرأ السلام أي تلقي السلام. 3. التبسم. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. رواه الترمذي. تدل هذه الأحاديث النبوية الشريفة على رحمة الله تعالى بعباده، فهو سبحانه هيأ ويسر لنا فعل الخيرات بشتى أنواعها وأشكالها، ثم يثيبنا عليها. وبس كده يا ملكاتي، ده كان فيديو النهاردة، إن شاء الله يكون عجبكم. بس أنا هسألكم سؤالين، وانتوا لو عارفينه جاوبوني عليه في الكومنتات. أول سؤال: ما أهمية الصدقة في الإسلام؟ تاني سؤال: متى ينال المتصدق عظيم الأجر والثواب؟ وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ولو بقى عجبكم روحوا دوسوا لايك واشتراك، وكمان فعلوا زر الجرس عشان أول ما ننزل فيديو جديد تشوفوه على طول. ويلا باي.